اكتر المشاكل بين المتجوزين راجل بيقول انا ومراتي مفيش بينا لغة حوار اساسا، او تلاقي الزوجة تقول انا جوزي ما بيسمعنيش، كل لما اتكلم يقاطعني، قطر ماشي ما بيوقفش. في جملة شهيرة بتقول we don't listen to understand we listen to reply. كتير قوي مننا بيسمع مش علشان يفهم اللي قدامه أو يستوعب هو حاسس بإيه أو علشان يريحه ويحل المشكلة ويهديه، لا، كتير مننا بيسمع علشان يرد، علشان يقاطع، عشان يعلم على اللي قدامه، يقلب عليه الترابيزة، يفهمه ان هو غلطان، ما بيفهمش ايه الهبل اللي انت بتقوله دوت بقى، هو ده اللي مضايقك، يتفه من احساسه ومشاعره. قليل مننا جدا اللي عنده مهارة اسمها الاكتيف ليسننج، اني اسمعك، اكون منتبه ليك، في اي كونتاكت بيني وبينك، مش مشغول بحاجة تانية، مش بقطعك، وبستناك لحد لما تخلص كلامك للآخر. هل معنى كده ان انا على طول اكون موافق وببصم ان كلامك صح؟ لا، ممكن يكون في عندي كومنتس ان الكلام دوت مش صح، انت فاهم غلط، حاجة انت بتقولها وهي ما حصلتش. كل ده هقوله بعد ما يخلص كلامه، بعد ما اديله حقه ان هو يتكلم، انا يكون ليا الحق ان انا ارد. الطريقة ديت لو اتعملت هتخلي الناس تفهم بعض. 90% من مشاكلنا بسبب ان احنا مش عارفين نكوميونيكيت، مش عارفين نتواصل مع بعض، و10% بس من خلافاتنا بسبب اختلافات في وجهات النظر. انتوا متخيلين ان قلة التواصل ممكن تعمل مشاكل قد ايه؟ ممكن تخلي 2 متجوزين يبقى بينهم خرز زوجي وبس، كل واحد فيهم عايش في وادي، كل واحد فيهم بيدور على بديل بره عشان يتكلم معاه ويفضفض معاه ويحس بيه، والموضوع دوت بنسبة كبيرة ممكن يسبب خلافات، والخلافات ممكن توصل لطلاق. المشكلة بقى ان الموضوع دوت بيمتد كمان مع اولادنا. تلاقي ابنك جاي عايز يحكي لك موقف كبير بالنسبة له، عايز يحكي لك مشاعره، انتي تقعدي تقطعيه كل شوية، ما خلاص كل اللي انت عامله ده عشان حتة الموقف الصغير ده بس بقى يا عيوطة، خلاص خلصنا، ده انت اصحابك ليهم حق ما يتكلموش معاك، يا اوفر يا اوفر. انا مرة شفت موقف طفل كان قاعد بيتكلم مع مامته، من كتر ما هي بتقاطعه حط ايده على وشها وكده وقعد يقول لها بصيلي اسمعيني خلينا اكمل كلامي للاخر. الطفل دوت كان تقريبا عنده 7-8 سنين. من حق شريك حياتك لما يعوز يتكلم معاك يلاقيك بتسمعه تحترمه مش بتقاطعه، ومن حق ولادك لما يجوا يتكلموا معاك تحترم مشاعرهم، تقارن المشاعر دي موجودة بجد، مش ان هو بيستهبل او مكبر الموضوع، بس ممكن يكون رد فعله هو اللي كان بزيادة شوية، فنفهمه ازاي يتعامل مع مشاعره. من حق كل واحد ان هو يتسمع، وان احنا ما نتفهش من رأيه ولا نتريق على كلامه ولا نستهزأ بمشاعره.